سلام يسوع. واحد بيسأل سؤال بيقول: لدي فكر شرير بيراودني عن القداس الإلهي وعن سلطان الكهنوت في الكنيسة اليوم. هل القداس مسرحية، الله يسامحك، أم حقيقة؟ ولو كان الدم حقيقي والجسد حقيقي، وإن كان الكاهن لديه السلطان أن يربط ويحل، لماذا لا يشفي العرج والعمي في القداس؟ نرى الكاهن يستخدم السلطان في أمور مثل تعليمات عن التناول وعن التبرعات، ولكن لم يحدث قط كاهن في وقت القداس يطلب من العرج والعمي أن يأتوا إلى المسيح لينالوا الشفاء. وإن كان الكاهن يؤمن أنه يحمل دم المسيح وجسده، لماذا لا يشفي المرضى الذين أتوا إلى يسوع؟ يا صاحب السؤال، أرجوك أنك تسمعني بإمهال. أولا هكلمك إيه هو السلطان اللي أعطي للكهنة. السلطان اللي أعطي للكهنة سلطان الحل من الخطية، مش سلطان شفاء الأجساد. ولما جه يكلم التلاميذ قال لهم: أعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات. فسلطان الكاهن اسمه مفتاح. لو انت في بيتك وعندك أولاد وباب الشقة ليه مفتاح، فانت عايز تعمل مفاتيح لأولادك، فتروح تعمل نسخة من كل مفتاح من المفاتيح. ابنك ياخد النسخة بالمفتاح يقدر يفتح. لو النسخة اللي خدها ابنك تزيد سنة وتنقص سنة عن النسخة الأصلية ما يفتحش. ايه هو النسخة الأصلية؟ الكتاب المقدس. فالآباء لما بيدوا الحل بحسب فكر الكتاب المسلم مرة واحدة للقديسين. يعني مش بمزاجي أقول لك أنت محروم وأنت محلول، لأ، بحسب الوصية اللي وضعها ربنا، لأن الحل الخاطي يرجع على رأس صاحبه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سر التناول جسد الرب ودمه مش معمول للشفاء ولا لصنع المعجزات. امال ايه؟ هيأت لي مائدة تجاه مضايقية. يعني سر التناول معمول علشان يديك قوة ضد اللي بيضايقوك. مين اللي بيضايقوك؟ 3: الشيطان وذاتك والعالم الموضوع في الشرير. فانت بالتناول بتشبع، ولما بتشبع النفس الشبعانة تدوس العسل. نمرة 3، انت بتقول لو كان جسد الرب ودمه. طب انت بتعتبره ايه؟ لما المسيح يسوع يقول: خذوا كلوا هذا هو جسدي، وانت جاي دلوقتي تقول لي لا، ممكن يكون مش جسده، يبقى انت بتكذب يسوع. ايه هو الإيمان؟ الإيمان ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى. يعني تصدق كلام ربنا. ده احنا عندنا مثل يقول لك فلان بيحب واحد فلان، لو قال له إن على الأبيض أسود يقول له أمين. يعني من كتر حبه ليه وتصديقه بيصدق كلامه ويكذب نفسه. لأن الإيمان، يعني مثلا هضرب لك مثل، ربنا قال ليوسف الصديق، قال له: أنت هتكون سيد وإخواتك هيبقوا عبيد. مين فيهم اللي اشتغل عبد؟ هو يوسف، وإخواته كانوا أسياد في بيت أبوهم. تعال نشوف يوسف. يعني ربنا: يا رب قلت لي هتبقى سيد وإخواتك عبيد، أب أنا العبد وإخواته أسياد؟ كذب نفسه، كذب ظروفه، كذب كل اللي حصل له واللي شايفاه حواسه، وصدق الله، فسمي بيوسف الصديق. لكن في الآخر بقى هو السيد واخواته هم العبيد اللي يسجدوا له. هكذا بالنسبة للإيمان. أنا لما يجي يقول لي أنا عينيا شايفاها لقمة قربانة، وطعمها ببقي لقمة قربانة، وريحتها لقمة قربانة، وأنا بقول ده جسد الرب لأن قال هذا هو جسدي،
يبقى إذن هنا ده الإيمان. يعني لو اتحولت حتة القربانة دي للحم بني آدم علشان أنا أكلها، تيجي تقول لي لو اتحولت هؤمن، يبقى لا، ده مش إيمان، لأنك رأيت فأمنت. لكن طوبى لمن آمن ولم يرى. فاحنا بنسلك بإيماننا. الكلمة اللي يقولها ربنا حواسي كلها ضدها، لكن أنا بكذب نفسي وبكذب حواسي وصدق الله. هذا هو جسدي، هذا هو دمي. وهو ده اللي قاله المسيح، وده الإيمان بكل بساطة احنا بنقبله. أما المعجزات اللي انت بتسأل عنها دي ملهاش دخل لا بالسلطان، لأن السلطان للخطية مش للأمور اللي حاصلة. دي مواهب، والمواهب مش للكهنة بس، لكل المؤمنين. في مؤمنين لهم كهنة ولا حاجة بيخرجوا الشياطين، وفي مؤمنين بيصنعوا معجزات، وفي آباء بيصنعوا معجزات. لكن ما تحطتش في وسط القداس الإلهي وقال لك تروح القداس، تعالى القداس الإلهي عشان يشفيك من كل أمراضك. لا، حتى انت تلاقي في التحليل الأخير اللي بيقوله أبونا في القداس الإلهي ما قالش يعطى للشفاء، قال يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده خلاصة القداس الإلهي. يسوع يبارك حياتك. سلام يسوع. واحد بيقول في متى 4، واحد بيقول أصعد يسوع بالروح إلى البرية ليجرب من إبليس. هل روح الله بيجربنا؟ طبعا لا، روح الله ما بيجربناش. المجرب هو إبليس. بس إحنا طول عمرنا من أول آدم لغاية أنا وإنت الشيطان بيجربنا وبيخلينا نقع في الخطية، وبيضحك علينا وبيعلن انتصاره لينا. ودي بتخلي الشيطان بيعلن زهوه أمام الله. أدي أنت خلقت الإنسان على صورتك ومثالك، وأنا بوقعه في الخطية وهفضل أوقعه في الخطية لغاية ما بعت له الإنسان الكامل. الإنسان الكامل ده لما جه عاش 30 سنة من ساعة ما اتولد في حياة الخفية يفرح قلب الآب. ولما ظهر في نهر الأردن قال هو ده ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا الشيطان مستعد إن عايز يحارب يسوع زي ما حارب كل إنسان. فالروح القدس، يسوع منقاد بالروح كإنسان، فالروح القدس قال له اصعد، وصعد وصام 40 يوم عشان ينتظر إبليس لما يجي يجربه. ولما جه المجرب إبليس على طول يسوع أعلن النصر عليه، وجه في الآخر وقال رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. يعني ما قدرش يعلم عليا. عشان كده مش الروح القدس اللي بيجرب، الروح القدس بيسندنا لما بيجي الشيطان يجربنا، لكن الروح القدس بيدي فرصة للمسيح أن يطلع عشان يبين للشيطان ضعفه، وإن قوة الله اللي هتعمل فينا زي ما عملت في المسيح هتدينا النصرة في الآخر. يسوع يبارك حياتك.